هلا وحبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وهو قاعد يشوف هذا الفيديو. طبعا مثل ما تشوفون اليوم اني قاعدة بالقاع، لانه فيديو اليوم ما راح يكون لا نصائح عن التربية ولا نصائح عن الامومة. فيديو اليوم اني راح اشارك وياكم مشترياتي، الشغلات اللي اني اشتريتها من الجولد ابل. الجولد ابل طبعا موجود اللي هو مكانه الرئيسي اللي هو هنا بروسيا، وصار موجود هسه بقطر وبالسعودية وبالامارات. طبعا هذا الفيديو ابد مو اعلان، كل شي اني دافعة، بكل مشترياتي اني دافعتهن بفلوسي، لانه مثل ما تعرفون الشركات ما تنطي للناس اللي هستوهم بعدهم، فبعدنا ما وصلنا لهالشي، بس كل شي بفلوسي. فاني اليوم راح اشارك بس وياكم الشغلات اللي اني اشتريتها هيك قاعدة اخوية يعني، اللي بنصائح الناس اللي تشتغل هنا. فاذا انتم من محبين هذا النوع من الفيديوهات تابعوا الفيديو للاخير. بس قبل كل شيء بليز لا تنسون اللايك والدعم، كلش يفيدني اذا انتم تشيرون هذا الفيديو وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم جوا الفيديو، لانه هذا يساعدني على مود نوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. احبكم كلش هواية، ويلا نبدي بالفيديو. طبعا راح نبدي بالشغلات هيك لا على التعيين، طبعا مثل ما قلت لكم من الجولد ابل كله. راح نبدي بالشغلات هيك عشوائية يعني. طلع بس اريد اقول لكم شغلة، انه ما راح تشوفون اي شيء يخص المكياج، لانه اني باخر فترة كلش صايرة ابتعد عن المكياج. ليش ما اعرف، يعني اني اللي حوالي يعرفون انه اني اعشق شيء اسمه مسكرة، بس اخر شهرين اني كلش متجنبة المسكرة، لانه حسيت نفسي انه اكون مرتاحة اكثر. فهسه مشترياتي راح تشوفوها كلها عناية بالبشرة، وعناية بالشعر والجسم فقط. ماكو شي اي ميك اب ولا قطعة واحدة اخذت، وهذا الشيء اللي متابعني من البداية يعرف انه هذا الشيء مستحيل عند رسل. المهم هسه خلونا نبدي باول شيء. اول شيء اخذت هذا الغسول، هذا الغسول الزيتي. طبعا هو مناسب للأطفال. أنا الصراحة أخذته، شفت بنية على الانستغرام كلش تنصح بيه إنه كلش ينظف الجسم وما يترك أي حبوب، وهمين اللي حبيته إنه بيه أوميجا 3 وأوميجا 6 وهواي شغلات فيتامينات ويناسب الأطفال. فقلت إنه نستخدمه أنا وبنتي ونشوف إذا استفادينا عليه او لا. واكيد انا كل المنتجات راح اشاركها وياكم بالشورتات اللي تنزل بشكل يومي تقريبا يعني، او انه بين يوم ويوم اني انزل لكم شورت، انه يا اما اشارك وياكم بيها طلعت، يا اما اشارك وياكم بيها منتج عجبني. هسه نجي على المنتج الثاني. هذا المنتج هو جل للشعر من فورمي. نصحتني بيه البنية اللي هناك. طبعا انا مثل ما تشوفون شعري كيرلي، بس هسه لانه استوني طالعة من الحمام فحاولت انه اخليه ما يكفش. فقلت لها مرات احب اسوي سليك، احب هيجي اسوي شعري يعني. فقلت لها اريد شي ما يبس شعري وهمين يشيل ذني البيبي هير الصغار. فنصحتني بهذا، مكتوب انه هو يظل يوم كامل، وتقول انه هي تستخدمه لان هي البنية كان شعرها كيرلي. فهمين راح اجربه واقول لكم عليه، لان انا بالعادة استخدم تافت، والصراحة همين موجود اخذت من عنده، بس رجعت طبيت مرة ثانية وسألت صار عندي فضول، فنصحتني بهذا. فهمين راح اجربه واقول لكم عليه ان شاء الله. وهمين أني أحب المنتجات الكورية، والصراحة أثق بيها، لأنه ما صارت لحد الآن الحمد لله والشكر شي زعجني، يعني إنه من المنتجات الكورية دائما آخر شي ما أندم عليه. فحبيت هسه لقيت إنه الإنستغرام عندنا هاب بهذه الشامبوهات، هاي اسمها بيرفكت سيروم. هو ماخذ براءة اختراع من
هناك بكوريا. وهمين الكيرل ستايلينج، يعني انه همين مفيد للشعر الكيرلي، ومكتوب عليه انه هو كلش يرطب. ومثل ما تعرفون انه احنا البنات اللي شعرنا كيرلي نحتاج ترطيب ترطيب ترطيب، لانه شعرنا يتعب كلش وناشف. فهذا الشامبو همين نصحتني بيه لان شافتني واقفة يمهم، فقالت لي هذا الشامبو كلش مفيد. ونفسه اني احتاج همين بلسم، البلسم مالتي قرب يخلص، فاليوم رجعت اخذت البلسم مالته، قلت اني ماخذه فخلوني اجرب الشي كامل. فاخذت البلسم مالته همين من نفس الماركة ونفس اللاين، اخذت البلسم مالته. وهمين من نفس الشركة اللي هي بيرفكت سيروم ماجيك ستريت تريتمنت، اخذت هذا الماسك. همين قالت لي انه كلش يفيد، وعلى اساس انه هو اسم على مسمى ماجيك، يعني ماجيك. فاخذته وقلت همين اجربه. وبعدين هسه همين اليوتيوب والانستغرام الروسي هاب بهذا الشاور جل مال الجسم. فبنات قولوا لي اذا انتم جربتوا شي من هاي المنتجات اللي اني قاعده هسه استعرضها وياكم، قولوا لي انه اكو شغلات عجبتكم او لا، كلش يهمني اعرف رايكم. والصراحه هذا همين ريحته كلش طيبه كلش طيبه، يعني هسه بس فتحت العلبه الريحه قبت. اتمنى لو اقدر اوصل لكم الريحه من من الفيديو. كلش 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 ريحته طيبة. هذا بالخوخ. واخذت همين من نفس الماركة همين الشاور جل، همين نفس الشي، بس هذا يصير ويا زيت اللوز. فهمين حبيت اجربه لان همين قلت لكم ها بالانستغرام بي، واسعارهم يعني جدا بسيطة. وهسه حبيت همين اشارك وياكم هذا الغسول. هذا نصحتني بالدكتورة مال البشرة اللي تجي تنظف لي بشرتي، كلش نصحتني بيه وقالت لي هذا الغسول جدا 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 مفيد. وهاي الماركة بس عذروني لانه مرات ما اقرأ اسامي الماركات صح، فاني قاعدة اقرب لكم اياه حتى انتم تشوفوه بنفسكم وتسوون سيرش عليه. هاي نصحتني بيه، واني طبعا يعني دام دكتورة مال البشرة مالتي فاكيد اثق بيها يعني، واني مغمضة. هسه همين من نفس اللاين اللي قلت لكم عليه اخذت السيروم، اللاين البنفسجي هذا مال الماجيك بيرفكت سيروم. اخذت السيروم مال الشعر اللي هو يجي بعد الشاور. همين حبيت اجربه، قلت خلوني اجرب بما انه منتجاتي اني قربت كلهن تخلص، فحبيت اجدد صراحة. فقلت بما انه اني اثق بالمنتجات الكورية، خلوني هالمرة اجرب حتى المنتجات مالتهم مال الشعر. وهذا الجل التافت اللي انا قلت لكم عليه، الصراحة انا كل ما يخلص اجيب من عنده يعجبني، بس مرات ييبس الشعر مالتي اخاف يقطع صراحة هالقد ما استخدمه، فحبيت اجرب شي ثاني جديد فجبته. هسه نجي للماسكات العشق. ذني الماسكات من دارلينج اني اموت عليهن، خصوصا هذا الوردي ماجيك جلو. هذا اني اعشقه، يعني صدق ماجيك جلو، صدق ورا ما استخدمه يصير بشرتي بيها لمعة مو طبيعية. وهمين اريد اقول لكم على شيء اني استخدمه اللي هو هذه الفوط النسائية، همين كوريا صراحة بنات قطنية. وأهم شي الفوط النسائية ما تكون عطرية، فهذه الفوط جدا 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 ممتازة. كلش أحبها أني صراحة، ومن قطن وما تحسس البشرة. فهمين الدكتورة النسائية كلش نصحتني بيها. وطبعا المنتجات ما تخلى من شي للملابس. هذه همين الانستغرام هبي، والصراحة يعني الروائح اللي هبوا بيها جدا مقرفة، يعني رحنا أشم جدا مقرفة. هذا الشي الوحيد اللي يعني صدق هيك ريحة نظافة، ريحة عطرية تخبل، ومكتوب انه هو
يكفي 38 غسلة. فراح نشوف وتثبت انه الريحة على الملابس مثل ما هو مكتوب او لا. وهمين ما ننسى غلاوي طبعا من المشتريات، جبت لها ذني الاثنين، ذني مال الحمام مال بانيو، مكتوب عليهن انه بيهن لعب. غلا تحب هاي السوالف كلش. دائما احنا عندنا بالمجر مال الحمام دائما عندنا سبير من هاي، لانه مرات غلا تحب تسوي لها جو بالحمام وتسوي لها هاي الاجواء واللعب وما اعرف شنو، لازم يعني الطفل يغير جو بين فترة وفترة. وهسه اريد اشارك وياكم هذا من ذا اكت، هذا الماسك للجسم. هذا الماسك للجسم للسلوليت، انا الصراحة ما جربته وهمين ما شفت يعني شي عليه بالانستغرام، بس انه من خليته يحرق كلش يحرق. فاني احب هاي السوالف، فقلت خليني واينات خليني اجربه. واني قبل فترة يعني كان عيد ميلادي، فكل ساعة تجيني رسالة من المحلات اللي أنا أشتري من عندها إنه أنت عندك هالقد نقاط تعاي استخدميهن، أنت عندك هيك عرض تعاي استغليه. فالصراحة رحت واستغليت كل هاي السوالف. بالإضافة إنه صديقاتي هدوني كارتات، لأنه يعرفون إنه أنا أحب هذا الجولد أبل، فهدوني كارتات مال عيد ميلادي حتى أنا أروح أشتري اللي أريده. رحت واستغليت هاي السوالف كلها. هسه نجي همين من ذا اكت، اشتريت سكراب للوجه، لانه قلت لكم انا كل المنتجات اللي اشتريتها اليوم اشتريتها لانه انا مخلصة عندي، يعني ما عندي شي، خليت كل شي يخلص حتى اروح اجدد. وهذا همين اشتريت زبدة للرجل، هذه همين من ذا اكت. واشتريت اخر شي من عندهم اللي هي تصير عبارة عن صابونة بس سكراب. بس بنات شنو الريحة، شنو الريحة تخبل. اني نقطة ضعفي صايرة العطور، ما ادري شنو سالفتي ويا العطر. اني تجيني كل هبة، كل فترة عندي هبة بشي معين، فعندي هوس بالعطور صاير مو طبيعي. المهم بنات، هاي مشترياتي كلها شاركتها وياكم، وإن شاء الله إذا هن الشغلات يعني مفيدة أو أكو شغلات مضرة أنا كلها راح أشاركها وياكم إن شاء الله. وقولوا لي إذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات، شوية نغير جو بين فترة وفترة. ولا تنسون تتابعون الفيديوهات السابقة اللي أنا أنشر لكم إياها دائما، والشورتس اللي أنا أنزل لكم إياها همين بشكل مستمر. وأتمنى دائما أعرف رأيكم بالكومنتات، شنو الشغلات اللي تحبون أضيفها وشنو الشغلات اللي تحبون أعدلها. أحبكم كلش هواية، أشوفكم فيديو ثاني، باي.